لو مستعجلة وما عندكيش وقت وعايزة تعملي فطار آخر شياكة وآخر طعامة، الفيديو ده ليكي. طواجن الإنقاذ هتخلص في نص ساعة، والطعم بقى في حتة تانية. بصوا الجمال، حتة تشويق بقى. معايا طاسة سخنة وهنزل عليها بمعلقتين من الزيت، ما تكتريش، وهنزل بربع كيلو من السجق، ربع كيلو بس، وهديله تشويحة كويسة. انا قلتلك ما تكتريش زيت عشان طبعا السجق بينزل الدهون بتاعته زي ما انت شايفه كده. هبتدي اشوح فيه كويس قوي لحد ما يستوي. هنزل عليه ببصلايه متقطعه رفيع جدا، بصلايه صغيره، وهديها تشويحه معاه لحد ما تدبل. هدبلها بس، انا مش عايزه احمرها. وهنزل عليها بقى بفلفل الوان، فلفل رومي، فلفل حراق زي ما انت شايفه كده. بصراحه الفلفل ده كان حراق قوي فانا ما حطيتوش كله، عشان لو في اطفال يعرفوا ياكلوا براحتهم. بس هفضل اشوح فيه كده كويس قوي، وهنزل عليه بمعلقه صغيره من الثوم بس تكون مليانه كويس، وهفضل اشوح فيهم برضو كويس. هتلاقوا بقى الريحه بقت، مش هقولك بقى، انتوا عارفين السجق بيعمل ايه. بس هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، نص معلقه كل من فلفل اسود، كزبره، وبابريكا، بس بابريكا معلقه كده مليانه كويس يعني، وكمون. الريحه بقى يا على الجمال. بس وهشوح الكلام الحلو ده كله مع بعضه. وانا معايا صلصه متصلصه، عملتها معاكم قبل كده. انا بشيلهم في بطرمانات كده واطلع على احتياجي. ما عندكيش صلصه متصلصه، هضرب طماطم في الخلاط لتر، وهصفيهم وهنزل بيهم وهسيبهم تتسبك على نار هاديه. انا الصلصه كانت تقيله عندي فخففتها بشويه ميه. هسيبها بقى تتسبك على نار هاديه، واحط الملح على حسب رغبتي. وكنت في الوقت ده غليت ميه وحطيت فيها المكرونه، ميه بالملح بس، وهسيبها تتسلق ربع سلقه، وهطلعها اغسلها وهنزل بيها في الصوص الجميل ده. انا سايباه يسبك بس على نار هاديه. انا مش عايزاه يتبخر، السوائل دي تنشف، انا عايزاها المكرونه تستوي في السوائل دي عشان تديها طعم حلو. على فكره ده كان نص كيلو من المكرونه، وما تزوديش السلق، ربع سلقه بس. انا بس عايزه النشا تنزل في الميه. هبتدي بقى احط الكلام ده. طفيت طبعا عليه اول ما حطيت على فكره المكرونه، كنت طفيت على الصلصه. انا مش هسيبها تكمل سوا على النار، هحطها في الطواجن وهسيبها تكمل سوا فين؟ في الفرن. تقدري تحطي على فكره في طواجن كبيره، طاجن كبير للعيله كلها. انا حبيت بس تبقى شكلها حلو، كل واحد ليه الطاجن بتاعه. هحط رشه جبنه رومي، رشه صغيره كده بتدي طعم حلو مع السجق. وهنزل بالجبنه الموتزاريلا اغطي بيها الطاجن كويس. حابه تعملي الخطوات دي تمام، مش حابه كده حلوه قوي، ممكن على فكره تكملي سواها على النار وتقدميها، بس عشان نوريهم يعني ان احنا عاملين طواجن وتعبانين والكلام ده كله. بس انا هغطيهم بفويل كويس قوي، وادخلهم فرن متسخن على اعلى درجه حراره. مش هياخدوا 10 دقايق، ربع ساعه مسافه. بس المكرونه هي مش تاخد اي وقت على فكره، تستوي بس تكمل سواها والجبنه تسيح وتدي اللون الحلو ده. شايفين الجمال؟ وحمرت جنبها بطاطس ومخلل وشويه سمبوسه، وكان الله بالسر عليه. شايفين الجمال والمطه؟ بألف هنا. بس لو استفدتي من الوصفه ياريت تعملي لايك وشير وفولو على صفحتنا.